بالدليل خيانة أحمد الشناوي لبيراميدز أمام الأهلي في نهائي كأس مصر. ما حدث من أحمد الشناوي في مباراة نهائي كأس مصر دليل على ضعف مستواه أم خيانة ناديه. محدش اختلف قبل هذا اللقاء عن جودة أحمد الشناوي كحارس كأفضل الحراس في الدوري المصري حاليا، والكل أيضا في الفترة الأخيرة كان بينادي اللي هو يكون موجود في المنتخب، وبالفعل بقى الحارس الثاني لمنتخب مصر. وبعد انحدار مستوى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، الكل طالب ان أحمد الشناوي هو اللي يقف لمنتخب مصر. احمد الشناوي كان السبب الرئيسي في فوز بيراميدز عن نادي الزمالك والاطاحه به من كاس مصر. وبعد اللقاء مباشره هتف جمهور نادي الزمالك لاحمد الشناوي، اسمع قال له ايه. وتاتي مباراه نهائي كاس مصر امام النادي الاهلي، ويظهر احمد الشناوي باسوا مستوى منذ لعب كرة القدم. في لقطة الهدف الأول للنادي الأهلي أحمد الشناوي طالع بره المرمى خالص، سايب الجول لوحده عشان يسجل النادي الأهلي الهدف الأول. في لقطة الهدف الثاني وفي ظل وجود 3 لاعبين مع حمدي فتحي، يفاجئ أحمد الشناوي الجميع بالخروج من المرمى. وبصوا معايا على اللقطة ديت، اللاعب بتاع بيراميدز كريم حافظ كان خايف من أحمد الشناوي، حاسس إن أحمد الشناوي طالع يضربه هو، مش طالع يمسك الكورة، عشان يسجل النادي الأهلي الهدف الثاني ويفوز بكأس مصر.